إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فتنارت للموحي الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. دكتور محمد، أمة بلا تراث تعد لا شيء. تراث الأمم وتاريخها هو الذي تبنى عليه حضارتها كلها، ولكن البعض يرى أن التراث معوق للأمة، أنه يعوق حركتها ويعوق تقدمها ويعوق الأخذ بمعطيات الحضارة الحديثة، الحضارة المادية الحديثة. هنا لابد لنا من وقفة. هل لأصل إلى التقدم المنشود لابد من أن أهدم تراثي القديم كله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخي الكريم، هذا موضوع من أهم المهم. لماذا؟ لأن القضية تستحق الاهتمام والنظر. أولا نريد أن نؤكد حقيقة قرآنية، أن القرآن لا يمنع النقد للفكر البشري، وتقويم الفكر البشري مطلب متجدد في القرآن حتى نصل إلى الأصلح، إلى الأفضل. يعني ليس في منطقة الصواب والخطأ فقط، بل للوصول إلى الأفضل والأحسن. ينطلق كل هذا من قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالأقوم والأحسن مطلب متجدد في الفكر الإيماني. نعم. ولكن والقواعد ليست جامدة جمودا ليست مطلقا. هناك. الفكر البشري هو متاح للنقد حتى من صاحبه. يعني أنا حين أؤلف كتابا، أنا أعود إلى هذا الكتاب بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات، وأعدل وأنقض، وقد أعدل في الطبعة الثانية، في الطبعة الثالثة، فأضيف وأحذف العقول لا تمنع هذا، والدين لا يمنع هذا. نعم. ولكن من الذي يملك حق النقد؟ نعم. يعني الذي يمتلك أدواته، الذي يمتلك الأدوات، أصحاب التخصص. التراث هذا علم أمة، خبرات أمة في مجالات مختلفة، في تخصصات مختلفة. الذي يملك النقد والتقويم هو صاحب التخصص، هم العلماء. ولذلك هنالك فرق بين النقد وبين الهدم. أقول لك إن الذي يكتب الروجيتا بالمعنى الاصطلاحي العام، التذكرة، وصفة العلاج، النقد، الذي يكتب الروجيتا هو الطبيب. ليس متاحا لكل إنسان أن يكتب الروجيتا، وإلا هذا المريض أو هذا الذي تلاحظ عليه سوف ننهي على حياته ونذهب به إلى الموت. يعني نكمل رحلة الضرر له. الذي يكتب الروجيتا هو الطبيب، فالذي يملك حق النقد هو العالم الخبير بهذه المسائل. لذلك نقد التراث ليس لكل الناس. والنقد فعلا ليس ذكرا للسلبيات فقط، بل لا. قد يكون من النقد ذكر الإيجابيات، وهذا جزء من النقد. نعم. أن تبين الإيجابيات والمحاسن التي تحتاج إليها وتلفت الانتباه إليها، لتكون جذورا لك لبناء العظمة. هذه أمة لها تاريخ، لها تاريخ مجيد في العلم.
يعني حينما ننظر إلى الماضي، هذه الأمة هي التي علمت أوروبا وبنت أوروبا حضارتها على هذا التراث وعلى هذا الفكر وعلى هذا العلم. نعم. وكان في في أواخر القرن الخامس الهجري، حتى أواخر القرن الخامس الهجري، كان من يريد أن يتعلم العلم كان حتما أن يتعلم اللغة العربية. نعم. لماذا؟ لأنها لغة العلم آنذاك. فالذي أود أن أقوله، نقد التراث ليس متاحا لكل الناس، لا يستطيعه كل الناس، ليس للعامة وليس للدخلاء الذين يفسدون وهم يظنون أنهم يحسنون. الدخلاء يفسدون في أي مجال يا أخي، في أي مجال. لا يتاح أن يتولى نقد الطب ذلك الممرض أو الممرضة أو ذلك الإنسان الذي يعني إعلامي الطب أو نحو ذلك، لا. إنما الطبيب هو الذي يكتب الروجيتا، وهو الذي يقوم، وهو الذي يصحح، والذي يعدل. إذا نقد التراث ليس لكل الناس. فالدخلاء الذين جاءوا علينا من الإعلاميين وهم لا يعلمون، ليسوا من أهل العلم، ثم حدث منهم تطاول، فنقول لهم إن التراث ليس الآن تقدم العلماء بنقده. يا أخي نحن عندنا علم الجرح والتعديل، لكلام الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. علماء التاريخ استفادوا وأفادوا من علم الجرح والتعديل وهذه القواعد البينة النيرة المحكمة أيضا المحكمة الدقيقة جدا، التي استطاعت أن تميز الصحيح من الضعيف من الموضوع إلى آخره. ذلك وضعوا هذه، ونشأ علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. يعني هذا تاريخ مجيد لأمة مارست ذلك النقد، وهو تراث ولكنه تراث حي، وتراث حي بيننا. ثم بعد ذلك أخي الكريم، وهذا من أهم المهم، الفهم الخاطئ لا يحتج به. نعم. يعني إنسان ليس من أهل العلم، حتى أنني استمعت في مرة يعني واحد في الإعلام مش عاجبه البخاري. نعم. فبيقول جمعة أبو عبد الله كذا وكذا وكذا. يا أخي أنت لم تقرأ العنوان، لم تستطع أن تقرأ العنوان قراءة صحيحة. جمعه أبو عبد الله. يا أخي هذا يصل الأمر إلى هذا الكلام. يعني إذا كان لا يتقن اللغة العربية لا يستطيع أن يقرأ العنوان، كيف يفهم ما كتب بهذه اللغة؟ ثم يعني يعطي لنفسه الحق أن يخوض بعلم وبغير علم على هذه المسائل. أيضا الشتائم، يعني أنا أسمع يا أخي والمستمعون لعلهم استمعوا لذلك، من يقول بصوت مرتفع ابن تيمية السفاح. هذه شتائم، هذه شتائم. الشتائم ليست حجة وليست دليلا وليست نقدا. نعم. إنما والرسول نهى عن السباب والشتم وقال ما بعثت سبابا. ونعود إلى سؤالك الذكي الذي بدأته. نعم، وهو التساؤل عن أن هذا هو سبب التأخر وأنهم يريدون التقدم. تماما سيدي. هذا حال من تلبس بالهزائم النفسية، فاختزل المشكلة وعلقها على بالأسلوب المعاصر على شماعة التراث. نعم. والحق هذا التراث إنتاج بشري لأناس سجلوا عظمة في عصرهم. العار والعيب والتقصير في عقولنا نحن الذين نعيش الآن، ولم نسجل تقدم. ليس لنا إنتاج. نحن لم نكمل مسيرة العظمة. نحن لم نكمل مسيرة الرفعة لهذه الأمة. هم أدوا دورهم وشهدت الدنيا لهم. يبقى نحن ما الذي قدمناه؟ إن تكن اللائمة فعلي وعليه وعلينا جميعا أننا لم نكن المرآة الصادقة لعظمة هذا الدين وعظمة هذا التراث وعظمة هذا ولم نستفد بجواهر هذا التراث، ولم نستفد بجواهر. هذا حال الهزائم النفسية التي يعيشها المغلوب ويعيشها المتأخر حين يختزل المشكلة ويضعها في هذا الباب، وهو افتقاد لكل معاني العظمة. شمس العظمة في تراث الإسلام لو كانوا يعلمون. نعم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت لروحها الحكام. حوار العقل، برنامج أعده وقدمه أحمد عبد الظاهر.